السلام عليكم. الموضوع كبر وزاد عن حد، والخطر بقى قريب منك ومن بناتك. خلي بالك، بنتك او اختك ممكن تقع في نصيبه كبيره وانت مش واخد بالك. شباب كتير دلوقتي بقوا مدمنين مخدرات من اللي مفيش منها مفر الا بمصحه، وساعات والله بيدخلوا المصحات وبيطلعوا منها ومفيش فايده. الشباب دي دلوقتي بقت بتعمل حركه من اقذر الحركات اللي ممكن شاب يعملها: يستدرك بنت يعيش معاها قصه حب خايبه، يخلي البنت نايمه صاحيه بتفكر فيه، ومع الوقت وتطور العلاقه بينهم الواد يقنعها انها تشرب مثلا معاه سجاره، يستسهل وتطوعه، بعد كده يديها الشمه وبس. البنت بقت عبده عنده خالص. هيديها في الاول شمه كده محبه، وشامه كمان محبه، وبعد كده هيقول لها معيش فلوس اتصرفوا وهاتي، وتبدا البنت يا عيني تقع في الحفره اللي ملهاش نهايه. هتبدا تصرف فلوسها وتسرق فلوس غيرها. بس كده لا، ده الولا هيستغلها قال عن استغلال، هيشغلها ديلر. مش مصدق؟ لو تعرف حد مبتلى بالادمان هيقول لك ان بقى في نسبه كبيره دلوقتي من الديلر بنات وستات. طبعا البنت اللي بتقع في المستنقع القذر ده بتبقى خلاص ما عادش فارق معاها حاجه، فبتفرط في كل حاجه، كل حاجه. ولو وصلت للمرحله دي تعالش مني، معناه ان مفيش مفيش رقابه. يعني صعب جدا تطلع من الطين اللي غرست فيه. المشكله دي للاسف توغلت جدا في الشباب دلوقتي، وده بسبب انعدام الوعي. انا فاكر زمان وانا صغير ما كانش بيعدي اسبوع ولا شهر الا لو في فيلم او مسلسل على التلفزيون بيناقش مشكله الادمان. الجيل بتاعي نشأ على خوف غريزي من الادمان من كتر الوعي اللي اتعرض ليه وهو صغير. التسعينات كانت مليانه افلام ومسلسلات بتخوف من عواقب الادمان. ده كمان كان في وعي بالايدز وعواقب العلاقات المحرمه. تعال لي بقى دلوقتي، تقدر تقول لي على فيلم واحد بيحذر في خلال ال10 أو ال15 سنه اللي فاتت دي من الادمان؟ تقدر تقول لي على عمل فني واحد يخلي في قلبك ذعر وخوف من الادمان؟ يا اخي ده بيطلعوا المدمن جان وهيرو ودماغه حلوه ومثل اعلى تتمنى تبقى زيه. فعشان كده الاجيال الصغيره دي مش مقدره عواقب الادمان، فتلاقيهم بيستسهلوا جدا انهم يجربوا اي حاجه. فعشان كده انتشر الادمان بتوحش بين الشباب والاجيال الصغيره. طب ايه الحل؟ قلتها وهفضل اقولها: عرف بنتك كل حاجه. في الزمن ده ما ينفعش تقول فيه ما ينفعش اعرفها، ما ينفعش افتح عينيها على الحاجات دي. براحتك انت حر، بس ما ترجعش تندم بقى. لان الاجيال العسل دي بتعرف كل حاجه دلوقتي بدري قوي، وبتحب تجرب كل حاجه قوي قوي. هتقول لي بنتي معهاش موبايل، انا مديها موبايل زراير، وفي البيت عندي ما بيمسكوش موبايلات، ولو مسكوا بيلعبوا بيها بس. طب يا عم خليك واثق في نفسك كده لحد ما الصدمه تنزل على دماغك. فجأة وانت فاكر انك انت لوحدك اللي بتربي ولادك؟ لا يا غالي، معاك شارع ونادي ومدرسه ودروس. وخد بالك من موضوع الدروس ده لوحده، وولاد خالتها وولاد عمتها وولاد كل دول بيربوا معاك يا حبيبي. مش انت لوحدك اللي بتربي. اصحى وفوق، خليك انت اول مصدر معرفه لاولادك، وعرفهم بالمصايب اللي موجوده دي كلها، علشان لما واد يلعب على بنتك ويبرم دماغها تبقى على الاقل متجهزه وعارفه السيناريو اللي هتمر بيه. خلي بالك منهم وراقبهم واقعد معاهم وكلمهم، وربنا يحفظ ولادنا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وقول لي في الكومنتات ايه اصعب حاجه بتواجهها في تربيه بنتك. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.